حبايبي وأمارات HD آسيا، وحشتوني جدا جدا. أماراتنا أصحاب أحلى الكومنتات بقى فين؟ الأمراية هالة والسكرة هويدا والحلوة فاطمة والعسولة أماني. معاكم دودو من تيم HD آسيا، ويلا بينا. بتبدأ الحكاية مع جون، حاجة كده تقول للقمر قوم ونقعد مكانك. طول بعرض، مال وجمال، يعني تقدروا تقولوا عليه كده كامل الأوصاف، ده بجد مش مبالغة. المهم إنه كان عامل مؤتمر صحفي بيعلن فيه إنه اتبنى الكتكوتة مياو، ودي بقى المفروض إنها منحوسة بومة، يعني تدخل عليك الله أكبر تجيب أجلك. والمفروض إن في 7 عائلات اتبنوها قبل جون، لكن رجعوها للملجأ تاني علشان دمرت حياتهم أول ما دخلت عليهم البيت كده. الناس خسروا كل فلوسهم، اللي دخل أوضة العمليات ما طلعش منها، واللي خرج ولم يعد، وبلاوي تانية كتيرة. يعني من الآخر ما شاء الله عليها صوتها مسمع في الصين كلها، ربنا يبعدها عننا يا رب. وعلشان هي مشهورة، فواحدة بقى حيزبونة من اللي موجودين في المؤتمر بتقرب من جون وبتقول له انت ما لقيتش الا دي وتتبناها؟ يا خيبتك التقيلة يا خيبتك. فبيقول لها ليه؟ البنت مالها؟ ما هي عسولة اهي، ده كفاية خفة دمها بس، دي حتى بتفكرني بدودو، يقصدني انا طبعا. شكرا ميرسي. المهم ان الحيزبونة كانت متخيلة ان القمر بتاعنا هيتخلى عنها، بس هو ما عملش كده لانه يتيم هو كمان، وافتكر يا عيني في يوم من الأيام عيلة اتبنته، وبعد فترة رموه في الشارع في ليلة ممطرة وكان كلها رعد وعواصف. وبما إن فاقد الشيء لا يعطيه، بس هو عمل العكس ومحبش إن الطفلة الكيوتة دي تعيش نفس المرار الطافح اللي هو عايشه. بس يا ريته كان سمع الكلام، لأنه ملحقش يخرج من المكان وكان خسر كل فلوسه، حتى الهدوم اللي عليه خسرها هي كمان. بس هو بصراحة الله يبارك له، يعني كان ابن أصول مقصل وفضل متمسك بمياو وبيرفض يفرط فيها، وبيقف قدام أم 44 دي وبيقول لها مالكيش دعوة يا حيزبونة، مش هسيبها، هفضل حبيبها، أقصد أبوها، وهربيها زي الوردة لحد ما تكبر قدام عيني، عن إذنكم بقى وسعوا كده. وبياخدها وبيروح يقدم لها في المدرسة، ويا دوب بتدخل من هنا وبدأت الكوارث تشتغل من هنا، وكل حاجة في الفصل بتبدأ تتكسر وتتدمر. وساعتها الميس بتقول لها لا، انت لازم تدفعي حساب الحاجة اللي باظت دي، لكن مياو بتبقى صريحة وبتعرفها انها منحوسه، وعلشان مش معاها فلوس تدفعها فهتروح تترجى المدير ما يطردهاش. فبتقول لها المس والنبي الله يخليكي بلاش المدير، بس ما لحقتش تكمل الكلمه وبتلاقي بنوتتنا الصغنونه طلعت من قدامها. والمصيبه ان خيط الجيبه بتاعه المس شبط في هدومها، وبقت هي تجري والمس تجري وراها، وجون يجري هو كمان وراهم. يعني كان جو مسخره. بس الجميل بقى ان المس اول ما وصلت بدل ما تاخد منها الخيط راحت هوبا منزله بنطلون المدير، والراجل يا ناري لقى نفسه واقف في النص بلبوس، ومن كتر الصدمة ما كانش قادر ينطق، يا ريته حتى كان متداري في المكتب، ده في الحوش وحواليه لجنة من الوزارة واللي ما يشتري يتفرج. وكانت النتيجة إن المدير بيطرد المس. يعني ما شاء الله عليها الحاجة مياو، المفروض نسميها سيدة النحس الصيني. يعني دخلت المدرسة من هنا وخدت المس معاها وهي طالعة من الجنب التاني. لكن الجميل بقى إن المس دي بيجيلها تليفون وإنها كسبت مبلغ كبير جدا، الله أكبر عقبالنا كلنا. فالبنت بتطير من الفرحة وبتتصل على المدير وبتقول له انت راجل كفته يحموك في كنكه، الحمد لله انك طردتني يا بومه. هنا بقى الامل بيرجع تاني لمياو، اللي بتقول لنفسها الله، طب ما هو الحظ السعيد بيجي بعد الحظ الوحش اهو. في نفس اللحظه جون بيجيله تليفون من البيت، لازم تيجي دلوقتي حالا. فقال لك يا فرج الله اخيرا فرجت، اجري يا مجدي. وهم وصلوا البيت من هنا ولقوا الديانه واخدين الفرش وطالعين، ومع السلامه باي باي، ما نعطلكش يا فندي، تدفع الفلوس تاخد النجف، ما تدفعش الفلوس هناخد الانترين ريح عليه وقت الظهرية. فيا عيني جون بيقعد يندب حظه زي البطة البلدي الدايخة على نفسها. أما العفريتة اللي معجونة بمية شياطين عمالة تتكحرت في البيت كله وتفكر في طريقة يجيبوا بيها فلوس بدل ما هم على الله حكايتهم كده وبيكحوا تراب، لحد ما قالت له أنا جات لي فكرة يا داجي، إحنا نطلع ناخد البوبي بتاعنا ونقعد بيه على الكورنيش بتاع النيل، وأكيد هو كيوت فالناس هيدونا فلوس. فقال لها يعني إيه؟ نشحت يعني؟ أيوة برافو عليك يا شبح. فقال لها يلا بينا، وبيفرش جنبها البطانية وبيمدد على الأرض يغفله ساعتين، وهي بتتسول وتحاول تبيع الكلب العسول ده. وفعلا في واحدة كانت هتشتريه ب$500، بس فجأة بيتعب جون وبيكح جامد، فالست بتخاف أحسن الكلب يكون تعبان وهو اللي نقل لهم العدوى، فبتاخد الفلوس ولا شكرا مش عايزين النهاردة. وبعد شويتين بقى بنشوف البطلة بتاعتنا الأميرة ليلى وهي راجعة من السفر مغصوبة على أمرها. ليه يا حبيبتي بس معاش ولا كان اللي يزعلك يا قمر حتتنا؟ قال إيه؟ إلا فندي جدها عايز يجوزها بالإجبار. لا كله بالخناق إلا الجواز بالاتفاق يا عمو، مش كده؟ وليلى دي
أول ما بتشوف مياو بتروح لها. خير بقى يا دودو؟ هقول لكم، هي قررت خلاص تاخدها وتقول لجدها إنها اتجوزت وخلفت البنوتة القمرية دي، ولسه يا دوب قاعدة بتتكلم معاها لقت واحد واقف على جنب وبيقول لها خلي بالك الاتنين دول نصابين. فقالت له خليك في حالك يا أخ مالكش دعوة. فقال لها يا ستي ما تزعليش نفسك، أنا هكشفهم لك دلوقتي حالا. وراح منادي يا شرطة يا بوليس. فراحوا الاتنين قاموا جاري زي الرهوان من على الأرض. وهي طبعا قالت له تصدق معاك حق فعلا، طلعوا ولاد 60 في 70 مش بس نصابين. بعدها بكام يوم الأستاذة مياو بتبدأ تفكر بدماغها الجهنمية دي زي كل مرة، وبتقرر تاخد الزعيم جون يشتغل عارض أزياء. والشغلانة دي بقى يا بابي بتجيب فلوس ياما ياما والله. بجد يا بنتي يا مياو وحياة أبوكي؟ طبعا، هو أنا هكدب عليك ولا إيه يا عم أنت؟ قوم معايا بس يلا. ولما راح هناك كان حاطط مكياج كتير قوي على وشه علشان يعجبهم ويوافقوا عليه، لكنه بقى شبه الأراجوز، والنتيجة إنهم كرشوه على بره. أما البطة الصغنونة بنته لما بتدخل بتلاقي ليلى بالصدفة موجودة في المكان علشان بتختار عريس من الشباب اللي موجودين في البار، وتتجوز واحد منهم كده وكده يعني قدام أبوها، وتخلع من الجوازة اللي هو جايبها لها بالإجبار دي. ومن حسن حظ جون إنه لما كان حاطط مكياج ليلى ما قدرتش تتعرف عليه، لكن لما غسل وشه ورجع تاني بقى زي القمر، كأنك حطيته في غسالة وطلعته ناصع البياض. وإيريال إيريال وبتقعد بقى بنتنا القروبة مع ليلى قعدة صفا من اللي قلبك يحبها، قعدة ستات مع بعضيهم يعني، وبيبدأوا يدردشوا سوا وبيحكوا لبعض كل واحدة فيهم محتاجة للتانية ليه في حياتها. طب قصة ليلى وعارفينها. أما مياو بقى فبتحكي لها إنهم بيعملوا كده علشان باباها مديون وعليه فلوس كتير، ولو ما دفعهاش هيروح أبو زعبل. فقالت لها خلاص يا بيبي متفقين. طبعا متفقين يا ماما ليلى. ولسه ليلى هتروح تدفع الحساب لقيت الراجل بيقول لها الفيزا بتاعتك يا مدام ما فيهاش فلوس. طيب نشوف الكاش، التليفون فصل هو كمان. طب ايه اللي حصل؟ طيب يعني هيكون ايه؟ الحظ السيء بتاع الأميرة مياو بدأ يشتغل وطفح على وشها. هنا بقى بيدخل جون، وبما انه اصلا مشهور فبيدي الكارت بتاعه للموظف، والراجل اول ما بيشوفه بيقوله اللي ما يعرفك يجهلك يا سعادة الباشا. وجون بيخلي الراجل يتلخم في سحب الفلوس وبياخدهم وبيجروا على بره يفكيك، وده لان الكارت ما فيهوش ولا جنيه اصلا. وبعد ما بيرجعوا البيت الوسيم جون بيقرر يحبس مياو علشان يحجب الفال النحس ده شويه، اهو يمكن يجيله فلوس من اي مكان. لكنها عفريته ميه من تحت تبن، بتقدر تهرب من البيت وكمان بتروح تقابل ليلى. وهناك بقى بيتفقوا على الجواز والفرش والعفش والذي منه. وبتقول لها على فكرة بابا معجب بيكي جدا. بجد يا مياو؟ طبعا جد جد يا ماما، يلا بس تعالي نروح له. واخدتها من ايديها ولبستها لبس عفريته شكله وحش، وده لانها فهمتها ان جون بيحب اللبس من النوع ده. وبصراحه انا مش عارفه هي عملت فيها كده ليه. المهم اخيرا ليلى بتعرض الجواز على جون مقابل مبلغ كبير، فبيوافق وبيقول لها نمضي العقد وقتي. ولسه يدوب ماسك الورقه والقلم لقوا الحيزبونه داخله عليهم. احنا هنسميها الحيزبونه طول المسلسل عشان الاسماء ما تبقاش كتير معانا يعني، وانتوا فاهمين بقى. وبتقول لها انت ما لقيتيش غير دول، ولسه هتقول حقيقتهم كلها. فجاه اغمى عليها ودخلت المستشفى وفقدت الذاكره الحمد لله. اما جون فخلاص وقع على العقد. وبعدها ليلى بتاخدهم وبتروح على بيت جدها، وهناك الجد بيرحب بيهم، بس كان لازم يعمل اختبار للعريس علشان يشوف هل هو فعلا أب وزوج مثالي لحفيدته ليلى ولا لا. بس طبعا هو منجحش في الاختبارات دي كلها غير بفضل العكروتة الصغيرة مياو اللي من شقوتها بتوقع عليهم عش النحل علشان تنقذه قبل ما يفشل في الاختبار الأخير. وكانت النتيجة إن وشهم بيتحول لفطيرة من تقريص النحل. وساعتها ليلى بتاخد بالها إن جون وشه بيتغير زي حباية الطماطم بس مش قادر يتكلم، فعرفت على طول إن في نحلة قرصته هو كمان. فدخلت وراه الأوضة علشان تحط له كريم، لكنه كان كيوت وبيتكسف وبيقول لها شكرا مش عايزة أتعبك، خلي عنك انت أنا هحط لنفسي. بس ليلى بتصر تساعده وبقت هي تشد الكريم وهو يشد، وهوبا وقعوا في الجون. المصيبة إن هنا بتدخل مياو وبتسألهم انتوا بتعملوا ايه؟ يا فضحتي يا فضحتي، الطار ولا العار يا مامي. فيا عيني هما الاتنين اتكسفوا على دمهم، وبيسألوها انت عايزة ايه في ليلتك دي؟ فبتقول لهم ابدا جعانة، اعملوا لنا اي حاجة ناكلها بدل قلة الادب بتاعتكم دي. يا ناس حرام عليكم، مش كده طول اليوم على لحم بطني ما كانتش جوازة دي. فبيدخل ابننا الحنين ربنا يبارك في طوله وبيعمل لهم نودلز، الله نفسي فيها. وبعدها بيقعدوا هما التلاتة ياكلوا مع بعض. هنا بقى ليلى بتقول في سرها الله إحساس العيلة حلو قوي يدفي القلب من جوه. وفي اليوم اللي بعده
بيطلع جون على الشط علشان يصطاد سمك، وبما إن القطة مياو كانت معاه فطبيعي حظه يبقى زفت الزفت. ده يا عيني مش بيلاقي حتى في سرياية جت في الصنارة، وبيبقى قاعد جنب واحد اسمه العم لانج، وده راجل أعمال مشهور برضه. فالهانم تعمل إيه؟ بتروح تقعد قريب منه تجيب له النحس، وفعلا السمك كله هرب منه وراح لجون. فالراجل بيستغرب وبياخدوا الفضول وبيبدأ يدردش مع جون، وكلمة من هنا على كلمة من هنا بيتعرفوا على بعض وبياخدوا الأرقام وبيبقوا صحاب. فجأة لقوا ليلى وصلت عندهم مرة واحدة زي العمل الراضي، وتقول لهم انتوا كذبتوا عليا وانا خلاص عرفت كل حاجة، وعرفت ان مياو منحوسة. ينفع كده؟ جدي لو عرف هيطردني وهبقى شحاتة زيكم. لو سمحتوا زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. طبعا مياو حبيبة قلبي المنحوسة كانت عمالة بتتقطع من جواها. اما جون بقى فبيزعل جدا لانه بدأ يحب الست ليلى في الكام ساعة اللي قضوها سوا، ومن الحب ما قتل يا اماراتي صحيح. بس أحسن حاجة هنا إن ليلى لما بترجع البيت بتفتكر جون لما كان بيدخل يحضر لها الأكل بنفسه، وبتتأثر جدا يا قلب أمها، وبتبدأ بينها وبين نفسها تدور على حل، اللي هو إزاي تفك الحظ النحس عن مياو، وبكده مش هيبعدوا عن بعض وهيعيشوا كلهم عيلة لطيفة. وفعلا بتجري عليهم وبتلحقهم قبل ما يمشوا وبتعرض عليهم الفكرة، فبيفرحوا جدا. ومن اليوم اللي بعده بنشوف الجد قد إيه متعلق بقى بمياو، وبيعاملها كأنها من دمه فعلا، بس فجأة بيقع من طوله، فالخاتم المفضل عنده بيتكسر. فالراجل بيقول يا حستي السودا يا انا ياما، الخاتم ده معايا بقاله سنين هدية عن جدي، لا كده في طاقة نحس بتحوم حواليا. المهم إنه من الزعل بيدخل في غيبوبة، فبياخدوه بسرعة وبيجروا بيه على المستشفى. وهناك الدكتور بيقول لهم بالعكس ده انتوا تحمدوا ربنا لأنه كان هيروح فيها، لأن أول ما الخاتم اتكسر صحته بقت كويسة، لأن كان هو السبب في تعبه وجايب له أمراض الدنيا كلها. بعيد عننا وعن السامعين يا رب يا رب يا أخويا والنبي يا رب. أخيرا بقى الاتنين بيفرحوا وبيقولوا كده الحظ النحس هيبعد عننا، وأهلا بالحظ الحلو والهنا والسعادة وكده. بس الناس كلها كانت في حتة والباشمهندس جون في حتة تانية، لأنه بسلامته بيقضي اليوم كله في صيد السمك مع صديقه الجديد لانج، اللي بيقول له اسكت يا جون يا اخويا، عندي مشكله غرقان فيها لشوشتي. خير يا صاحبي احكي لي ادينا بنفضفض لبعضينا. ابدا، عندي 2 موظفين المفروض لازم اختار واحد منهم واعينه في الشركه، مش عارف اختار الانسب فيهم ازاي. يا سلام، دي حاجه سهله خالص، انا عندي خبير محترف هيقدر يعرف لك مين فيهم الانسب، بس هنعتبر ده ديل وهيتم بعده ما بيننا تعامل كتير. طبعا يا جون يا اخويا، طبعا. وفي اليوم اللي بعده بيدخلوا هما ال3 شركه لانج زي العصابه، وبيقول له تخيل مين الخبير بقى؟ الأستاذة مياو. تاتا! فبيتصدم لانج، يا خرب بيتك يا لانج، انت أكيد بتهزر معايا مش كده؟ لكن جون بيكلمه بكل جدية وبيقول له هو الشغل فيه هزار؟ جرب بس وشوف بنفسك. فبيضطر لانج يسكت ويجرب، وبيجيب له الموظفين وهي بتاخدهم وبيروحوا يتغدوا على أساس إن الحظ السيء يشتغل، وهتقدر تشوف مين فيهم الكويس ومين اللي زفت الطين. بس للأسف عشان هي منحوسة الحظ دلوقتي مش راضي يشتغل، وبتفضل تغني له اشتغل يا حظ اشتغل يا حظ، بس برضه ما بيشتغلش، لحد ما لانج خلاص جاب آخره وبيقول لهم لا بقى انتوا كده نصابين، يا شرطة أقصد يا أمن طلعوهم بره. فبيهديه جون، يا عم استهدى بالله مش كده الكلام أخده وعاطة. وهم لسه بيتخانقوا أخيراً الحظ بيشتغل وبيظهر الشخص الخاين اللي هو أساساً كان عميل لشركة تانية، وقدروا الحمد لله يكسبوا لانج لصفهم بعد ما كان هيطلع عين أمهم. لكن يا خسارة حصلت كارثة تانية. إيه هي بقى يا دودو؟ أبداً يا فانزيتش. الجد كان قاعد بيسمع أغاني فيروز الصباح، فجأة بيلاقي المساعد جاي بيقول له الحقني يا معلمي، بنت حضرتك طلعت أدمها شؤم، بتدخل على البيت ما بتسميش وعلى الشركة ما بتخليش وعلى الفلوس ما تلاقيش، وأنا وإنت كمان شوية هيحطونا جنب الكوبايات في النيش. فالجد بيسمع الكلام ده والدم ضرب في نافوخه، وبيقول له يلا يا واد بينا، وبياخده جري على الشركة بتاعة لانج علشان يفهم منهم ايه الموضوع بالظبط. وهناك اول ما بيدخل بيسمع ليلى بتقول لهم ان حظهم كده نحس النحس فعلا، فبيسألهم مين بقى اللي حظه نحس ها؟ قالوا مين؟ فبتغلوش ليلى عليه بالكلام وبتاخده في دوكه بسرعه، اللي هو انا ما اقصدش يا بابا، ده انا اقصد ان واضح كده ان النهارده يوم نحس، بس انت اللي فهمتني غلط. فالجد بيبص لملامح الطفل البريئه الرقيقه وبيقول لنفسه دي شكلها كيوت خالص، مش ممكن تكون نحس. وبعد ما بيرجعوا على البيت بيجيب كاهن كده نص كم بيعمل شوية حبشتكنات علشان يطرد الطاقة السلبية والفال النحس من البيت، وبيسألها فين بنتك وجوزك يا ليلى؟ فبتقوله للأسف سافروا يا جدي ومش هيرجعوا غير بعد 50 سنة إن شاء الله. لكنها لسه ما خلصتش الكلمة ولقيتهم داخلين، فقلبها وقع في رجليها وقالت خلاص السر هينكشف. بس الكاهن تخيلوا بيقول لهم مين بقى اللي شؤم عليهم؟ جون. وطبعا هم بيكونوا هيموتوا على نفسهم من الضحك لأن الراجل بسلامته طلع نصاب. وبعد ما مشي ما كملوش يدوب دقيقتين ولقوا أسهم الشركة وقعت
وهم خلاص على وشك الإفلاس، والمساهمين عاملين مظاهرة بيطالبوا بفلوسهم، وبقت ليلة مطينة. والطفلة يا عيني اتأثرت وكانت عايزة تسيب البيت وتمشي، لكن ليلى قالت لها مش كده، لازم تتحملي عشان نلاقي حل. بعدها بقى بكام يوم بتوصل الحيزبونة اللي بنكتشف إنها تبقى قريبة ليلى، عمتها يعني. وأول ما شافت مياو بتقول للجد كل حاجة وإنها مش بنت ليلى، وده حوار فاكسين عاملينه عليه، وحطت تاتش البهارات بتاعتها. والجد لما بيعرف بيبقى عايز يكرشهم بره البيت، بس ليلى بترفض وبتقول له لو هم مشيوا أنا كمان همشي معاهم. وبعدين انت خلاص مياو للدرجة دي هانت عليك؟ دي كيوتة ولطيفة، نسيت حبك ليها؟ هم الرجالة كده كلهم بياعين وغدارين يا أختي. بس برضه في الآخر الجد بيكرشهم بره البيت، يلا مع السلامة من هنا انت وهو وهي وهي وهو. ويا دوب لسه طالعين من البيت بيلاقوا الصحفيين جايين يصوروهم، وده طبعا لأن الحيزبونة هي اللي بعتاهم علشان تفضح بنت أخوها. واتفرجوا بقى يا ناس على الرئيسة التنفيذية بنت الحسب والنسب جايبة طفلة من الشارع وبتقول عليها بنتها. وبنعرف إن عمتها عملت كده علشان عندها أمل تمسك هي الشركة بدلها، وما تعرفش إن بنتنا مفيش منها 2. وبتروح الحيزبونة واخدة التليفون من الصحفية وحبت تعمل شو كده قدام الناس على الهوا، وبتقول لهم شوفوا أنا حلوة إزاي. في اللحظة دي بيعدي واحد شارب لما خمران ومش واعي، وبيخبط في مياو وهي بتبصله بقرف من فوق لتحت، فتتضايق من البصة وبيروح واقع مخبوط على وشه. كل ده والبث مفتوح. ومن هنا بقى حظها بقى فل الفل، والناس كلها أول ما بيشوفوها بتقدر تحقق الأحلام بيبدأوا يتواصلوا معاها وبيطلبوا منها تساعدهم، وهي بتستخدم الحظ السيء في القضاء على المجرمين. ومش كده وبس، دي كمان بقت بتقدر ترجع طفل تايه لمامته، وبترد المطلقة وبتجلب الحبيب، وقلبت على الشيخة صباح ومدد يا شيخة مدد. ومن بعد اليوم ده بقت مشهورة جدا، وكل يوم ما وراهاش غير إنها تفتح بث مباشر وتفضل تبهر المتابعين وتكسب فلوس طبعا. وفي ليلة من الليالي بيدخل البطل جون الأوضة وبيعرف حبيبته ليلى إنه دلوقتي بقى معاه فلوس كتير قوي، فبتسأله جاب الفلوس دي منين؟ فبيقول لها أنا كنت عامل مشروع كده بعيد عن الشركة علشان أسدد بيه الديون اللي عليا، والحمد لله المشروع نجح والأشياء بقت معدة، بس دلوقتي لازم يبيعه علشان محتاج يساعد بيه حد عزيز عليه. فالبنت قعدت تقول له يا خيبتك التقيلة، فحد يبقى عنده مشروع ناجح ويضحي بيه علشان حد تاني؟ ده لا يمكن أبدا. وكلمة منه على كلمة منها الستاير نزلت والفراشات طلعت في الأوضة وعيون الواد اتحولت لقلوب، ولسه هوب فجأة صحيت مياو من النوم وبتسألهم انتوا بتعملوا ايه؟ احنا لسه على الصبح، لموا نفسكم مش كده. فامها بتقول لها نامي يا حبيبتي نامي ما تشغليش بالك. بس هيجيلهم نوم منين؟ لانهم فجأة لقوا الجد بيتصل على ليلى وبيقول لها الحقيني يا بنتي انا هموت. واللي حصل له كالاتي يا فنزيتي. في نفس اليوم ده الصبح بيلاقي مياو بعتاله الخاتم بتاعه اللي هو بيحبه جدا بعد ما صلحته له، ومعاه رسالة كلها حب وعطف وحنان. وبما ان الراجل بيحبها فعلا فقلبه بدأ يضعف ناحيتها، بس الحيزبونة ما عجبهاش الموضوع وحاولت تمنعه قبل ما يتصل عليها ويخليهم يرجعوا تاني. فالراجل وقع من ايديها نزل على الارض محطش منطق. هنا بقى مسك التليفون واتصل على حفيدته وقال لها الحقيني زي ما شفنا من شوية. فبتاخد ليلى جوزها وبنتها وجاري بسرعة على القصر، وهناك بتلاقي الحيزبونة عمتها وابنها مش عايزين قال ايه يدخلوهم، بس على مين؟ بيسيبوا عليهم الكلب حرنكش وبيدخلوا يجروا وراهم هم كمان، وكان جو آخر ضحك. والمشكلة بقى إنهم لقوا الجد لسه واقع مكانه على الأرض، يعني الجبابرة ما هنش عليهم يشيلوا الراجل ويروحوا بيه على المستشفى. ليه كده يا كفرة يا ظلمة؟ وهناك الدكتور قال لهم للأسف انتوا جبتوه متأخر. فبيسألوه طيب إيه الحل دلوقتي يا دكتور؟ بيقول لهم أبدا، ادعوا له بقى، ادعوا له بقى يا أمارات في الكومنتات. وهنا القطة مياو بتستخدم قوة حظها السعيد وبتقدر الحمد لله تخلي الجد يقوم زي العفريت. مش كده وبس، دي قوتها من كتر ما بقت جبارة كل الناس اللي في المستشفى بيخفوا في ساعتها، حتى الحامل في 6 شهور بتولد قبل أوانها. الصينيين دول بيعملوا حاجات أخ منكم أخ، غلبوا الهنود في مشرق الأرض ومغربها والله. وبعد ما الجد بيفوق بيسامحهم وبيرجعهم تاني للبيت، وبيفضل يحب في الأستاذة مياو وبيقول لها انت السبب في اني لسه عايش دلوقتي، ولو طلبتي عينيا مش هتأخر عنك، اموري وانا هنفذ على طول. فبتقول له بجد يا جدو؟ قال لها جد الجد يا روح عيون جدو. المهم حلو ده، خلاص انا عايزاك تخلي ماما هي اللي تمسك شغل الشركة كله. فالجد ما اعترضش بأمانة وبيمسكها المنصب في نفس اليوم وهو قاعد مكانه. سرعة سرعة مفيش بعد كده، بس للأسف فرحتهم ما بتكملش وبنلاقي مياو مرة واحدة أغمى عليها. ايه اللي حصل؟ مش عارفين. وفي المستشفى بيسألوا الدكتور هي مالها، فبيقول لهم والله عندها مرض نادر واحنا مش هنقدر نعالجها. بس الغريب انها في اللحظة دي بتحلم بحلم غريب
اللي هو إيه يا دودو؟ البطلة بتشوف جون وليلى متجوزين فعلا وخلفوها، وطبعا جون لما خسر فلوسه الديانة قتلوه، ومراته ليلى ما قدرتش تتحمل وخلصت على نفسها. والمصيبة إن ده اللي حصل في الحقيقة، يعني مياو تبقى بنتهم وهم كانوا متجوزين بجد بجد والله يا بنات، بس ده كان في الحياة السابقة، وحاليا اتولدوا من جديد كلهم. المشكلة بقى المفروض الديانة هيخلصوا عليهم برضو في الحياة الجديدة، ومياو بتبقى زعلانة قوي. فجأة وهي لسه في الحلم بيظهر لها راجل عجوز كده ووشه منور زي البدر، وبيفضل يقول لها ما تزعليش يا حبيبتي، مش انتي عايزة تنقذيهم؟ انا هقولك تعملي ايه. وبيديها كتاب وبيفهمها انهم كل ما يحلوا مشكلة من المشاكل اللي هتحصل لهم هتنقص ورقة من الكتاب ده لحد ما يختفي، وبكده مصيرهم هيتغير. لكن لو فشلوا يبقى خلاص هيموتوا، واهم حاجة ما تقولش السر ليهم ده، وإلا هي كمان هتختفي مع الكتاب. ومش كده وبس، ده كمان أبوها وأمها ما ينفعش يتجوزوا لحد ما الكتاب يختفي، وإلا هتبقى مصيبة. المهم إنها صحيت فجأة وعمالة تعيط، ولما بصت في إيديها لقت الكتاب فعلا موجود، فبتقول لنفسها إيه ده؟ يعني دي حقيقة مش حلم؟ يا مصيبتي السودانة يما. ومن هنا بقت تعمل كل حاجة علشان ما يتجوزوش. فجأة لقت أبوها وأمها داخلين عليها وبيقولوا لها بركلنا يا قطة، خلاص هنتجوز بشكل رسمي، إيه رأيك؟ فبتقوم ترقع بالصوت وبتقول لهم مش هينفع مش هينفع مش هينفع ها. ولما بيسألوها ليه، هي طبعا ما كانتش ينفع تقول لهم على السبب الحقيقي، وقدرت تخترع كدبة كده، وبتقول لليلى انتي عايزة تتجوزي واحد مفيش ولا مرة خرجك او حتى جابلك هدية؟ فبتقول لها تصدقي عندك حق يا مضروبة، طلعشي عفريتة، ينفع كده يا فندي؟ فبيحس جون بالإحراج وبيقول لهم خلاص حقكم عليا، وبيعزمهم على العشاء. فطبعا مياو لازم تحاول تبعدهم عن بعض على قد ما تقدر. طب تعمل ايه يا دودو؟ راحت ماسكه البدله بتاعت الاستاذ جون اللي هيخرج يسهر بيها معاهم وشخرمتها بالمقص، وعلشان البدله كانت جديده فما كانش قدامه حل غير انه يلبس القميص وهو مقطوع ويحط عليه اي جاكيت والسلام. ورغم كده الواد والله كان زي القمر، بدر منور في زمانه. وبرضه مياو ما سكتتش، راحت مقطعه له الجاكيت في نص المطعم وبتقول لها شايفه القطع اللي في القميص ده هيفضحنا اللفندي. وكانت متوقعه ان ليلى لما تشوف القطع هتنفصل عنه، لكنها بتاخد الموضوع هاف فن. بس الموضوع شكله لحد كده ما خلصش، وبتفضل مياو تحاول تبعدهم عن بعض على قد ما تقدر. وكانت كل ما تحاول تعمل مقلب في جون يردها لها ألف. والأسخن من كده إنها بتاخد مامتها وبيروحوا يسهروا ويرقصوا في البار، ولما جون بيعرف بيجري على هناك، الله ايش لمبة ودش، أستاذة سميحة كوباية ونعمة أزازة، بتعملوا ايه هنا؟ يا فضحتي بابي جوزي، احنا كنا مخنوقين شوية فقلنا نخرج نغير جو ونرفه عن نفسنا شوية. وبما ان ده محامي وبيغير قوي فبيقول لها انت جاية هنا عشان ترقصي وتتمرقعي مش كده؟ طب انا هرقص. وفعلا بيهز لها 10 بلدي على 1.5، وبعدين بيروح شايلها على كتفه واخدها على البيت. وهناك بيدخل الأوضة ولسه هيبدأ يحب فيها، مياو بتقول يا مصيبتي السودا، ده لو قرب منها انا هختفي ومش هرجع للحياة تاني. فبتفضل تخبط وتخبط، بس هم ما كانوش سامعينها، مش علشان بيعملوا حاجة غلط لا سمح الله، لا دول كانوا بيتكلموا كلام عادي يعني. ولما البنت بقى بتلاقيهم خلاص ما فيش مفر، راحت ولعت لها في الباب، ما هو انا اصلا هجيب عليها واطيها النهارده على دماغكم كلكم. وجون طبعا بيتعصب وبيقول لها للدرجه دي اما 44 هتولعي فينا؟ الله يحرقك. بس بسرعه ليلى بتقدر تهديه وبتاخد البونبونيه بنوتتها وبتدخل الاوضه، ومع السلامه باي باي، هننام احنا هنا وانت نام في اي اوضه تانية. الراجل كان عنده امل ينام جنب مراته، الله يسامحك يا مفتريه انت السبب. وبعد ما دخلوا بدات ليلى تسال بنتها هو انت ليه بتزعلي لما انا وبابا بنقرب من بعض؟ عموما احب اقولك لو انت مش موافقه على جوازنا خلاص انا هبعد عنه. بس يا حبايب قلبي مياو ما قدرتش تتحمل تشوف دموعها، وبتقول لها خلاص الله يسامحك قطعتي قلب، وبعدين مين قالك ان انا مش موافقه؟ وهو انا هلاقي عروسه احسن منك للافندي العانس الباير ده انا ما صدقت لقيت واحده ترضى بيه. بصي هو في سبب بس انا مش هقدر اقولهولك دلوقتي، فلو سمحتي بلاش تحرجيني. المهم ان ليلى بتبلغ جون انها مش هتقدر تتجوز دلوقتي. طب ليه يا جماعه؟ ابدا، احنا عايزين مهر 50 مليون مثلا او 350 مليار مليون الف وون مثلا، اللي هو رقم ما ينفعش يتجمع يعني. الله يسامحكم، طيب انا واحد مفلس هجيب الرقم ده دلوقتي منين؟ عموما انا هعمل اللي عليا والباقي على الله. ومن تاني يوم بيفضل الولد يشتغل ويجتهد، وطول الوقت مياو كانت بتحاول تنقذهم من اي مصيبه يقعوا فيها، وفي كل مرة تنقذهم عدد الورق كان بيقل من الكتاب. وهي يا حبيبتي كل يوم الصبح تقوم تعدهم وتقول خلاص هانت فاضل كام ورقة ويختفي ونخلص بقى واجوزهم لبعض وارتاح، عايزة اشوف عيالهم يا اخواتي. وفي مكان تاني بنشوف عيلة جون بيخططوا لمصيبة يا عيني، اللي هي ايه بقى؟
أخوه الواطي الفاشل الفاسد شانج ما وراهوش غير الشرب والقمار والسكر والنسوان، وكانت النتيجة إنه بيخسرهم كل فلوسهم. فبدل ما الأب والأم يلطشوه قلمين أو يضربوه شبشبين، لا دول بيقولوا له ما تزعلش نفسك يا حبيبي، إحنا هنخلي أخوك الكبير يمضي هو على عقد الشركة ويلبس في الليلة ويدخل السجن بدالك. أنا عن نفسي ما شفتش أهل عايزين حرق زي كده، اللهم احفظنا يا رب. وفعلا بيعزموا جون على الغدا، وهو راح وخد ليلى والبنوتة مياو معاه، وعلشان ليلى بتفهم في الأصول زي أنا كده يعني ما حبتش تدخل عليهم إيديها فاضية، وبتجيب لهم هدايا اللهم صل على النبي. لكن العفريتة مياو بتقدر تعرف إن في مصيبة جاية من وراهم، فقالت تنقذ ما يمكن إنقاذه، وبتقول لأهل جون والله يا جدي أنت وتيتا أنا عارفة إن الهدية دي شايفينها إنها تقليل من شأنكم، بس معلش ماما ما كانتش تقصد وحالا هنرجعها، يلا يا ولاد خدوا الهدايا رجعوها للعربية تاني. وما ادت لهمش حاجة، وهم حرفيا كان هينزل عليهم مليون جلطة مش واحدة ونص. أما بقى الأفندي زلموكا اللي هو الأستاذ شانج أخو جون، لما بيعرف إن ليلى بنت متريشة قالك أوبا أنا أخدها من أخويا واتجوزها، أصل هو بسلامته كده من صغره متعود ياخد كل حاجة من أخوه جون. وطبعا بقى البنوتة العكروتة ما تتوصاش، وكانت بتقدر تنقذ أبوها جون من كل حاجة. ولما جون رفض يمضي العقد علشان ما يلبسش هو في الشركة الخسرانة بتاعتهم، مياو بتاخد بالها إن العقد منور وده معناه حظ سعيد ليهم، فبتقول له اسمع مني يا والدي امضي عليه وخليك واثق في كلامي. فبياخد كلامها ثقة وفعلا بيوقع العقد. واللي حصل كان مفاجأة، بعد أسبوع بالظبط بيقدر يدخل في صفقة عالمية يكسب من وراها فلوس كتير جدا، وبيدفع بيها ديون الشركة بتاعت أهله، وكمان سدد الديون اللي عليه، يعني بقى عنده بدل الشركة 2. بس ده مش بيكون مهم، ليلى هي الأهم. الواد عايز يتجوز يا اخوانا، خلاص هيتجوز على نفسه. وكل ما يتكلموا في الموضوع مياو تقول لهم مش ممكن على جثتي. يا بنتي طب يهديكي يرضيكي، ايه اللي حصل ما انت كنتي موافقة؟ وهي زي كل مرة مش بترد على سؤالها، فبتسكت. هتقول ايه؟ ما هي لو اتكلمت هتختفي هي والكتاب وهتروح ابو زعبل. وفي مرة من المرات اخو جون ربنا ينتقم منه بيجيب شوية ناس كده وبيعملوا نوش في موقع البناء بتاع الشركة علشان يطلع عليه سمعة زي الزفت ويوقع اسهم الشركة ويخسروا كل حاجة. بس برضه مياو بتقدر تكشفهم قدام الناس وبتظهر الحقيقة، وبكده كل ما تنقذوا من موقف تنقص ورقة من الكتاب، لحد ما خلاص ما كانش فاضل غير ورقة واحدة. لكن للأسف أهل جون الناس اللي ما عندهمش لا دين ولا ضمير بيخطفوها، وبيبقوا عايزين يستغلوا حظها السعيد ويبقوا أغنياء، وده طبعا بعد ما شافوها في البث المباشر بتحقق الأحلام، فكان عندهم أمل تخليهم يكسبوا فلوس كتير، وبيقولوا لها لو ما قالت لهمش تعويذة الحظ هيخلصوا عليها، لأنهم بسلامتهم فاكرين إنها بتستخدم تعويذة معينة. طبعا هي ما تعرفش تعويذة ولا حاجة، بس لما خافت منهم فضلت تقول لهم كلامها بلولي والسلام، وهم صدقوها وبدأوا يلعبوا قمار وكانوا متوقعين إنهم هيكسبوا. لكن اللي بيحصل العكس، وبيخسروا كل حاجة وبيبقوا على الحديدة. صحيح ومن حفر حفرة لأخيه لبس هو فيها. وفي النهاية بيجي جون وليلى علشان يحاولوا ينقذوها، بس شانج بيطلع السكينة وبيحاول يخلص على مياو، فبتضحي ليلى بنفسها وبتتصاب مكانها وبتدخل المستشفى. وبتفضل مياو تقول طب ده خلاص كان فاضل ورقة واحدة والدنيا تضحك لهم، بس يا عيني هو كده قليل البخت يعض الكلب في المولد، يسيب الناس كلها ويعض هو. المهم بقى إن الدكتور بيقول لهم إن ليلى محتاجة نقل دم دلوقتي حالا، والعينة بتاعتها متطابقة هي ومياو، وبيعرفهم بس لو هي بنتها من لحمها ودمها ما ينفعش تتبرع لها. فجون بيقولوا لا يا دكتور اطمن هي مش بنتها ولا حاجة وتقدر تاخد منها العينة. ياخد من مين؟ دي حتة عيلة مفروسة ما تجيش 2 كيلو، انتوا أكيد مش طبيعيين. المهم البنت فضلت تقول لجون لا يا بابا ما ينفعش وتجيبه شمال توديه يمين، وهو مصر، لحد ما في الآخر بتضطر تقول له الحقيقة كلها، وبما إنها قالت السر فاختفت. بس الحمد لله الراجل العجوز ده جالها وبيقول لها يا خيبتك القوية يا بنتي، مش أنا فهمتك وقلت لك ما ينفعش تتكلمي؟ قالت له أعمل إيه ما كله بسببه طويلة اللي واقف قدامك ده، عمال أفهم فيه وهو زي الطور ما بيفهمش، يلا انقذني بقى وإلا والله ما تعرف أنا هعمل فيك إيه. فالراجل خاف منها ووافق فعلا ينقذها، وبيقول لهم الحل الوحيد إن مياو توفي بوعدها. فجون بيسألوا أيوة إيه الوعد ده، بس هي مش بتكون فاكرة. وفضلت أيام لحد ما أخيرا بتفتكر، وبتقول له أنا كنت وعدت إني هخترع أي ابتكار يخلي الأطفال ما يتوهوش من أهلهم أو يتخطفوا، بس إزاي ما عندهاش فكرة معينة. طبعا هو بما إنه بقى غني فكان لازم ينفذ الوعد، وفعلا بيجيب مجموعة كبيرة من المبرمجين وبيخليهم يبتكروا شريحة إلكترونية بتتحط في جسم الطفل بعد ما يتولد على طول، وبيبقى فيها إشارة تتبع، وبكده لو اتخطف أو ضاع هيقدروا يتتبعوا الشريحة ويلاقوه. ورغم إن أنا مش عارفة الموضوع ده حقيقي ولا لأ، بس الفكرة عجبتني وأتمنى إنهم ينفذوها على أرض الواقع. المهم إن مياو لما بتوفي بوعدها
الحمد لله الست ليلى خفت وقامت بالسلامة والكتاب اختفى، وطبعا هي حكت لهم القصة كلها وإنهم كانوا متجوزين في الحياة السابقة وهي أصلا بنتهم، ورجعت تاني عشان تلم شمل العيلة. وفي مشهد النهاية أخيرا بيتجوزوا وبيعيشوا حياة كاملة متكاملة مليانة حب وهنا وسعادة. وكده خلص المسلسل. دمتم سالمين.